اهلا وسهلا بيكم يا دكاتره في حلقه جديده، ويلا مع بعض هنحل الدرس الثاني الانرجي ان ايكو سيستم. ويلا مع بعض نبدا. اول سؤال بيقول لك ايه؟ which of the following is from the characteristics of the less efficient energy system؟ يعني من اكتر الانظمه الاقل كفاءه في الطاقه. يعني ايه؟ يعني قصده بمعنى ايه؟ ان انت عندك input energy وعندك ايه؟ output. انت بتدخل طاقه وبتخرج طاقه، ولكن الاوتبوت دي في منها جزء بيكون desired وفي جزء بيكون ايه؟ lost. فانا عايز اكتر نظام يبقى فيه فقد واقل desired. هو ده معناه. تاني، معنى ان النظام ده اقل كفاءة في نقل الطاقة، يعني اعلى هدر، يعني عنده highest lowest energy. زي فكرة كده لما اجي اقول لك اللمبة انت بتديها كهرباء بتطلع لايت ومعاه هيت، الهيت دي تمثل لوست. هي الفكرة في كده. تعال نقرا. increasing the percentage of waste output energy. طبعا الاجابة دي صح، انك تزود معدل هدر الطاقة، فبالتالي الكفاءة بتقل لان كمية الطاقة اللي انت مرغوب فيها قلت. decreasing percentage of waste، لا ده كده بالعكس، ده كده more efficient. increasing useful، طب ما هي دي برضو more ايه؟ efficient. يبقى الاثنين دول يعتبر more efficient، يعني احسن. انا مش عايز كده طبعا، يبقى بالتالي الجمله دي ايه؟ غلط. طب can't be answer، لا طبعا عندي. السؤال اللي بعده the opposite graph shows the amount of useful energy and waste energy resulted from some different system. Which one is the most efficient and which one is the least efficient respectively؟ طيب most efficient يعني يكون عنده اعلى useful energy. highest useful energy يعتبر عنده اكتر طاقة مستخدمة او مستفادة desired. least efficiency الاقل كفاءة هيبقى عنده اعلى lost او اعلى waste energy. طب تعال نشوف كده مع بعض. نبدأ بأول حاجة، مين عنده أعلى يوسفول؟ أعلى يوسفول ده اللي هو الأزرق. بص كده معايا أهو، ده أعلى يوسفول، يبقى أنا هبدأ ببي. طب وهات لي بقى أعلى ويست. ويست دي لونها أحمر أهي، ده أعلى ويست، يبقى بي ثم دي. هي دي الفكرة بتاعتها، يبقى بي دي. ليه؟ بي زي ما أنت شايف هو عنده أعلى يوسفول انرجي وأقل ويست، عكسه دي أعلى ويست ويعتبر أقل في اليوسفول، يعني الهدر عالي. طيب السؤال اللي بعده when a chemical reaction take place in a beaker the content of the beaker between which the reaction take place represent ايه؟ يعني انت عندك تفاعل كيميائي حصل في كوبايه، محتويات الكوبايه اللي حصل فيها التفاعل تمثل ايه؟ المحتويات اللي جوه الكوبايه تمثل سيستم. زي ما اتفقنا السيستم ده عباره عن ايه؟ هي تمثل مجموعه من الاتومز او المولكيولز بينهم كيميكال بوند، جواهم انرجي، موجودين في نظام ثابت اسمه السيستم. واكبر طبعا سيستم هو الكون، اليونيفرس. اي حاجه متواجده وثابته ده اسمه سيستم. بتبدا باليونيفرس وده اكبر حاجه، بتتقسم لجالاكسيز، تتقسم لبلانيت، تتقسم لصن، ايرث، جوبيتر، ايا كان الكوكب، تتقسم لووتر، تتقسم لاير، من اكبر حاجه لاصغر حاجه عندك. فطبعا ده يمثل سيستم. السيستم باوندري ده البيكر نفسه، الكوبايه اللي فيها التفاعل. السراوندنج المحيط اللي هو زي الهواء مثلا عندي. الكاتاليست لا ملوش اي علاقه اصلا. according to concept of thermodynamics حسب مبادئ الايه؟ الديناميكا الحراريه. on studying the plant cell انا بدرس ايه؟ خليه النبات. السيل وول اللي بيحيط بيها. طيب خلي بالك البلانت سيل نفسها تمثل سيستم بيولوجي، طبعا بيولوجي. الخليه الحيه او الخليه النباتيه دي تعتبر متواجده موجوده في نظام ثابت. طب السيل وول اللي بيحيط بيها تمثل ايه؟ يعتبر الباوندري، اللي هو يعتبر بالنسبه لنا المحيط سوري، او يعتبر البارير بتاعها. يبقى هي تمثل السيستم ايه؟ باوندري عند حضرتك. طب هي السيستم هي البلان سيل. السراوندنج ايا كان اللي بيحب الخليه عندي. سيستم كومبوننت لا هي مش محتويات النظام بتاعنا. From the opposite figure which of the following symbol
represents the system and its surrounding ايه respectively. طب تعالى واحده واحده معايا، بص كده معايا، بص كده NaCl بلس H2O دي على بعضها تمثل سيستم. هي دي السيستم بتاعنا. خلي بالك الكيميكال رياكشن ده اللي هو سولت ووتر يديك اسيد وبيز، ده اسمه سيستم. ده كيميكال رياكشن في اتوم ومولكيول، في كيميكال بوند، في انرجي، في ثبات موجود في نظام، ده اسمه سيستم. طب محيط السيستم اهو، ده الباوندري اللي هو دي، اللي هي مثلا البيكر بتاعي. اكس دي تمثل ايه؟ المحيط، السراوندنج اهي. يبقى تعالى نبص كده، هو عايز مين بقى؟ انا عايز عندك، عايز السيستم والسراوندنج. طب خلاص، السيستم هيبقى بالنسبه لنا سي، والسراوندنج هيبقى اكس عند حضرتك. طيب the opposite graph represents a change in mass of a substance of force system over a certain period. Which choice of the following table is correct؟ بيتكلم في open system وبيتكلم في closed system. خلي بالك هو بيتكلم في الماده initial mass final mass، هو بيتكلم في الماتر، الماده نفسها. طيب تعالى نتكلم مع بعض كده شويه في لحظه. الاوبن سيستم يا دكاتره، النظام المفتوح ده بيعمل اكستشينج في الماتر، في الماده. يعني ممكن الماده دي تزيد او تقل، لكن الكلوز سيستم لا، نو تشينج ان ماتر، مفيش تغير في الماده، يعني معنى كده كونستانت. خلي بالك من الحته دي. طيب يبقى تعالى بص كده معايا لحظه، هنا ثابت وهنا ثابت، يبقى ده وده الاتنين دول كلوزد. الاتنين دول كده ايه؟ كلوزد سيستم. لان الكلوز سيستم مغلق، زي كده لما اجيب لك ازازه ميه مقفوله، الميه مش هتخرج، هو بيحصل انتقال للطاقه بس الميه نفسها كماده ثابته. طيب الاوبن يحصل تشينج، يحصل بينهم تشينج زي دول اهو. بص بقى المنظر بي وسي، شايف بيحصل ايه؟ زياده ونقص. ده كده يعتبر بالنسبه لنا اوبن سيستم. طب تعالى نشوف كده مع بعض. يبقى تعالى نشوف الاوبن، اوبن يا بي يا سي، دي تنفع دي تنفع، ده لا ده لا. طيب الكلوزد يا ايه يا دي، طب ما دي كده مش نافعه، دي نافعه. يبقى ايه الاجابه الصح؟ اهي بي وايه عند حضرتك، هي دي الاجابه الوحيده اللي تمشي بالنسبه لنا. Which of the following statement is correct about the system in the thermodynamics؟ انا بتكلم على الانظمه في ايه؟ في قانون الثيرموداينامكس. زي ما اتفقنا ان عاده اي نظام، اي اتوم، اي مولكيول زي ما قلنا ثابته حضورها او موجوده في نظام في كيميكال بوند جواها انرجي، not completely isolated، ما بتعتبرش معزوله عزل كلي. الكلام ده على ورق، لا complete isolation ده على ورق. فمفروض دايما اي نظام عند حضرتك في نسبه عند حضرتك من اللوس او الجين اوف ايه؟ اوف انرجي او هيت من السيستم للسراوندنج او من السراوندنج للسيستم. تعال نشوف. فطبعا من خلاله بيتخلق قانون اسمه قانون الثيرموداينامكس، اللي هو انرجي نايذر كرييتد نور ديسترويد تشينج فروم وان فورم تو انذر، اللي هو في الاخر ان انت عندك الدلتا كيو بتساوي الدلتا يو بلس الدلتا دبليو. ما هو ده القانون الحقيقي، ان الطاقه او كميه الطاقه الحراريه الهيت بالنسبه لي بتتحول ليو اللي هي الانترنال انرجي او بتتحول لورك. تعال نشوف. all the systems allow exchange of matter and energy with the surrounding. مش كل السيستمز. ليه؟ ما انا عندي في حاجه اسمها isolated system وده موجود عندك. طيب all systems allow exchange matter only with surrounding، برضو لا. closed system allow exchange energy only with the surrounding، صح. خلي بالك احنا معظم الانظمه بتكون closed، صعب جدا نلاقي حاجه isolated 100%، فدي حقيقه، دي جمله كده صح. طيب closed system allow exchange matter only، غلط، هو بيكستشينج ايه؟ انرجي. يبقى خلي بالك يا دكتور، احنا لو هنتكلم في انظمه، فالانظمه بتاعتنا تعتبر عندك الكلوز سيستم ده اشهر حاجه، وده يعتبر بينقل طاقه لكن الماده بتبقى ثابته، الماتر ثابته. which of the following statement represent a closed system in the thermodynamics؟ عايز نظام مغلق، خلي بالك من الحته دي. طيب the mass of the matter entering the system equals the mass of the coming out of the surrounding، يعني
الماده اللي دخلت جوه النظام تساوي الماده اللي خرجت. اولا مفيش ماده ولا دخلت ولا خرجت في الكلوزد، فدي غلط. خلي بالك عشان في ناس تقول لك ايه ما ده قد ده، لا هو ولا دخل ولا خرج، نو تشينج، ما حصلش اي تغيير، مفيش حاجه اسمها داخل وخارج. طيب the mass of the matter not transferred from the system to the surrounding، صح، الاجابه دي صحيحه. ما اقدرش اقول لك ان في ماتر اتنقلت لجوه او خرجت لبره. الماتر اللي بتخش السيستم اكبر، غلط. نو هيت اكستشينج بين السيستم والسراوندنج، برضو دي غلط. ليه بقى؟ لان بيحصل اكستشينج في الايه؟ في الانرجي، فخلي بالك في النقطه دي. طيب which of the following represent an example of extensive property in thermodynamics؟ طب واحده واحده بس بالراحه. ايه معنى كلمه extensive؟ extensive يعني ممتده، يعني بتزيد وتقل، اللي هي quantity. خلي بالك هو بيتكلم هنا على الكوانتيتي، كميه الماتر، الماده بتاعتنا، ده اسمه extensive، ممتد يعني بتزيد وتقل. طيب ايه الحاجه اللي بتزيد وتقل؟ التمبريتشر لا، دي تعتبر intensive، دي ثوابت. فكره جود كوندكتور باك كوندكتور دي ليها علاقه بنوع الماده مش بالكميه. الماس تمشي، دينستي دي ثابته، سبيسيفيك هيت برضه ثابته، كل الحاجات دي تعتبر انتنسيف. انتنسيف ما تنساش. طيب the opposite figure show 3 vessels containing equal masses of T. خلي بالك at 70 degree هو مديك كده الماس ومديك الهيت او الانرجي بتاعتنا. which of the following describes the T in the 3 vessel after 20 minutes؟ واحده واحده كده بالراحه. واخد بالك كاتب لك ده ايه؟ ترمس، فده هنعتبره كانه ايه؟ isolated، معزول. هو مش عزل كلي بس معزول. covered cup ده كده closed، انك قافل على الشاي انه الميه ما تتبخرش. الكب ده باين عليه مفتوح، فده يعتبر ايه؟ open system. طب واحده واحده كده بالراحه. يبقى ده كده بالنسبه لنا الكب ده هيفقد انرجي وهيفقد ماتر. الكلوزد هيفقد بس انرجي. الايزوليتد مفروض نو لوس، مفروض يعني هنعتبرها ولا انرجي ولا ماتر عند حضرتك. فتعال نشوف كده مع بعض ونقرا بقى السؤال. بيقول لك ايه؟ بيقول لك the temperature doesn't change in the vessel number 1 but its mass decrease in vessel number 2. غلط. الماس ما اتغيرش ولا في واحد ولا في اتنين، لان هما الاتنين closed و isolated. طيب the mass doesn't change in vessel number كام؟ 1. صح. but its temperature decrease in vessel 2. صح. الاجابه دي صحيحه. ليه بقى؟ ما هو الاول كان isolated، فكده كده ولا ماده ولا طاقه. 2 ده closed، فالطاقه عدت لكن الماتر ثابته. طب its temperature decrease in vessel 2 but its mass doesn't change in vessel 3. لا vessel 3 طبعا اتغير، ده open يا دكتور، فالطبيعي انه اتغير. mass doesn't change in 1 but temperature doesn't change in 3. لا طبعا بتتشينج لان هو open عندنا. which of the following property doesn't depend on the amount of the substance؟ حاجه ملهاش علاقه بالكم، يعني حاجه من الاخر كده بنقول عليه intensive، يعني مرتبطه بنوع الماده مش بكميتها. طب تعال نقرا. mass ده extensive، volume extensive ممتده بتزيد وتقل، internal energy extensive، لكن temperature دي intensive عند حضرتك، مرتبطه بداخليا بنوع الماده مش بالكميه بتاعتها. which of the following choices is considered an example for intensive and extensive property of a system in thermodynamics respectively؟ عايز حاجه داخليه وحاجه ممتده او خارجيه بالكميه. طيب intensive mass غلط، heat capacity صح، temperature غلط لان الاثنين intensive، temperature وsurface area صح. ليه بقى يا صاحبي؟ ما هو التمبريتشر دي حاجه انتنسيف، سيرفيس اريا دي اكستنسيف. الحراره بالنسبه لنا في جود كوندكتور باك كوندكتور دي ثوابت، لكن السيرفيس اريا بتزيد وتقل. طب سبيسيفيك هيت تعتبر بالنسبه لنا انتنسيف، لكن دينستي برضه انتنسيف عندي. تعال ناخد بقى الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. بيقول لك ايه؟ if the total kinetic energy of a system molecule is Ke and the total potential energy تعتبر Be thus the internal energy of system، مجموعهم هما الاثنين، لان احنا عارفين ان اليو
بتساوي الكاينيتيك انرجي بلس البوتنشال ايه انرجي. الطاقه الداخليه لاي نظام تمثل هي كل الطاقه او الانرجي كلها اللي موجوده، كانت كاينيتيك او بوتنشال في المولكيولز والاتومز بتاعتنا. An amount of ideal gas put inside a cylinder provided with a movable piston as in figure 1. If it is compressed slowly at constant temperature. خلي بالك يا صاحبي، يبقى ده كده ايزوثيرمال. خلي بالك من الحته دي. تعال نكمل. As in figure 2. So which of the following quantity whose value negative as your study of the first law of thermodynamics؟ يعني ايه القيمه اللي هتطلع بالسالب؟ واحده واحده بس براحه. في الايزوثيرمال احنا عارفين ان الدلتا تي هتكون بزيرو، فبالتالي الدلتا يو هتكون برضو بزيرو. اشمعنى؟ ما طالما التمبريتشر كونستنت ثابته ما بتتغيرش، فالانترنال انرجي ثابته ما بتتغيرش، لان العنصر المؤثر في اليو التمبريتشر زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب يبقى انا بالتالي كده عندي الدلتا كيو، الدلتا كيو بتساوي الدلتا دبليو. طيب اتفقنا مع بعض اتفاقات جميله جدا، وقلت لك خلي بالك منها قوي. الدلتا دبليو مربوطه بالايه؟ بالفوليوم. طب ليه؟ قلت لك ان الورك بيساوي بف البريشر فين؟ فوليوم. طب فلما انت تعمل كومبريس، بص بقى المنظر، الفوليوم ايه؟ بيقل. الفوليوم بيقل. طب هو لما الفوليوم يقل يبقى الورك هيقل، فيبقى بالنيجاتيف. طب ما هو الورك قد الهيت، فبرضه الهيت ايه؟ بتقل. يبقى انا عندي اتنين هيطلعوا بالنيجاتيف، هما مين ومين؟ دلتا دبليو ودلتا كيو. تاني بالراحه واحده واحده. انت دلوقتي ايزوثيرمال لان قال لك كونستانت تمبريتشر، فكده كده الدلتا كيو بتساوي الدلتا دبليو. حلو. انت بتقول لي انا بعمل كومبريس. يعني ايه كومبريس؟ يعني الفوليوم بيقل. طب هو لما الفوليوم يقل يا صاحبي يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى الطبيعي الورك هو هيقل، فيطلع قيمته بالنيجاتيف لانه بيقل، الفرق بالنيجاتيف. طيب ما هو الورك قد الايه؟ قد الكيو، قد الدلتا كيو. ما هو انت هتعمل شغل مثلا ب 10 يعني هيت هتخسرها ب 10 والعكس صحيح. فبالتالي الاثنين مربوطين ايه؟ ببعض، قد بعض كقيمه، فلو ده نيجاتيف يبقى ده ايه؟ نيجاتيف عندي. يبقى بالتالي انا كده فهمت ان الاثنين هيبقوا بالنيجاتيف. طيب on heating a gas trapped in a tightly closed container. الحته دي مهمه جدا. دي دايما موجوده فين؟ في الايزوكوريك. ايزوكوريك. فاكر قال لك ايه الايزوكوريك؟ اللي الفوليوم فيه ثابت. يعني امتى؟ لما يجي يقول لك مثلا حاجه زي حاله الضغط، الكوكر بريشر، او حاجه زي مثلا انبوبه البوتاجاز، فحاجه مقفوله كويس قوي فالفوليوم ثابت، فبكده الدلتا في بت ايه؟ بزيرو. يبقى الدلتا دبليو برضو بزيرو. ما احنا اتفقنا مع بعض بقى، ما هو العنصر المتحكم في الورك مين؟ الفوليوم. فبالتالي انا عندي الدلتا كيو بتساوي الدلتا يو. هيت هتديني هيت هديك انترنال انرجي، هتاخد مني هيت هتاخد مني انترنال انرجي. فتعال نشوف. بيقول لك ايه؟ which choice in the following table is applied to this gas with neglecting the container expansion. مفيش container expansion. حلو قوي. الجاز فوليوم لسه قايلين لك الدلتا في بزيرو، يبقى doesn't change. يبقى بص هنا doesn't change يبقى دي غلط ودي غلط. طيب الورك نفس الكلام. هنا بالنسبه لك doesn't equal zero، لا طبعا equal zero عندك اهي. دول اللي انا ايه كاتبهم لك عندي اهو. يبقى طبعا الاجابه مفيش فوليوم هيتغير، فالدلتا في بزيرو، والورك مفيش ورك اصلا هيحصل. 16 In your study of the first law of thermodynamics the delta Q value is positive امتى؟ واحده واحده بالراحه. انا قلت لك الدلتا كيو مرتبطه بالهيت، فاكر يا دكتور؟ بسطتها لك بطريقه عبيطه قوي. طب فلو انا عملت جين يبقى انا بقيت بوزيتيف، لو انا عملت لوز فانا بقيت نيجاتيف. فتعال نشوف مع بعض اهو. سيستم جين اماونت اوف هيت، كده انت بوزيتيف، لوز نيجاتيف، ده كده نيجاتيف. نو اماونت اوف انرجي ترانسفير، عارف ده كده مين؟ ده يعتبر الادياباتيك، وده زيرو ماليش علاقه بيه. انسر كانت بي ديترماين برضو غلط. الدلتا يو، الدلتا دبليو انا اسف، امتى تبقى بوزيتيف؟ واحده واحده.
قلت لك الدلتا دبليو مرتبطه بالفوليوم. يعني ايه؟ يعني هو لما يقول لك اكسبانشن يبقى الفوليوم بيكبر، يبقى بوزيتيف. يقول لك كومبريشن يبقى كده الفوليوم بيقل، يبقى مفيش ورك بيحصل، يبقى بالنيجاتيف. فتعالى نقرا ورك اكزerted اون ذا سيستم، ده كده نيجاتيف. ليه؟ انت في حاجه ضغطه على السيستم، فالسيستم حجمه بيصغر، دي غلط. سيستم اكزerت ورك، السيستم هو اللي بيعمل الشغل. طب ما دي كده يبقى بوزيتيف. ليه؟ معنى ان السيستم بيكبر حجما يعني هو بيضغط فمساحته بتزيد. نو ورك اكزerted، لا يا باشا، ده لما نقول ايزوكوريك مالنيش دعوه بيها، ده كده اللي هو الزيرو بتاعنا. answer can't be determined، لا طبعا غلط عند حضرتك. طيب an amount of ideal gas trapped in isolated container which is tightly sealed and provided with movable piston so the temperature of the gas decrease when ايه؟ واحده واحده بالراحه، ركز كده معايا بتاتا تاتا وبالراحه. هو قال لك مفتاح مهم قوي، قال لك ideal gas trapped in isolated container. كلمه isolated دي يا باشا وانا مغمض كده ادياباتيك. ليه بقى؟ لان الادياباتيك هو الايزوليتد. اشمعنى؟ عرفت منين يا دكتور مينا؟ نو جين او لوز هيت، هو معزول فولا هياخد طاقه من المحيط ولا هيدي طاقه للمحيط. نو جين اور لوز انرجي فروم ذا سراوندينج. وهو اكد الجمله دي. هتقولي طب ليه ما نقولش ايزوكوريك؟ ما هو قال لك بقى تايتلي سيلد، ما قال لك موفابل بيستون، يعني ايه؟ بيعمل اكسبانشن وكمبريشن. طب التمبريتشر دلوقتي هتقل، واحده واحده بالراحه. فكر معايا، الادياباتيك بيقول لك ايه؟ ان الدلتا يو بتساوي نيجاتيف الدلتا ايه؟ دبليو. حلو، ده معناه ايه؟ هتديني شغل هتاخد مني طاقه، مش هتشتغل مش هتاخد مني طاقه. عكس بعض، قدام بقول لك كده عكس بعض. هي دي فكره. ليه بقى؟ ما فكر معايا، انت دلوقتي عندك انا لما اعمل مجهود ب1000 يبقى انت استهلكت مني 1000، انت ما اشتغلتش يبقى انت ما خدتش مني حاجه. فهي الفكره في كده. فلما يجي يقول لك التمبريتشر بتقل، ما هو الدلتا يو دي بتتاثر بالايه؟ بالتمبريتشر. فلما اقول لك التمبريتشر بتقل يعني الدلتا يو ايه؟ بتقل. طب امتى تقل؟ امتى الدلتا يو بقى تقل؟ هو ده السؤال. لما تعمل شغل، لما تعمل شغل، خلي بالك، لما تعمل وورك اكسبانشن، لما يحصل وورك باي ذا سيستم، تعمل مجهود. تاني واحده واحده بالراحه، شوف انا جبتها ازاي. انت دلوقتي عندك كلمه ادياباتيك، عرفت منين ان هو ايزوليتد؟ طب ليه مش ايزوكوريك؟ قال لك عشان البستون بيتحرك. حلو، انا عارف الادياباتيك الدلتا يو بتساوي نيجاتيف الدلتا دبليو، يعني هتعمل شغل بتفقد طاقه، انت هتشتغل هتعمل مجهود، فالمجهود ده بيستهلك من طاقتك. حلو، انا بقول لك بقى ان حرارتك دلوقتي يا صاحبي ايه؟ قلت، يعني الدلتا يو بتقل. طب هي ليه طاقتك بتخلص؟ عشان حضرتك بتشتغل، هو ده اللي حصل. فتعال نقرا. كومبريست غلط، كومبريست غلط. ليه؟ كومبريست يعني انت ما بتعملش شغل، عشان بس نكون متفقين. لا انا عايز اعمل شغل، انا عايز ابقى بوزيتيف. خلي بالك من الحته دي. اكسباند انت بتعمل وورك، في وورك بيحصل، وورك دان، فانت بتستهلك طاقه من عندك، الطاقه الداخليه بتاعتك بتقل انك بتشتغل وتعمل مجهود. اكسباند ايزو الثيرمال، لا انا مش عايز الثيرمال يا باشا، الحراره بتقل. ايثيرمال دي يعني التمبريتشر كونستنت او الدلتا تي بايه؟ بزيرو، فمش هتنفع طبعا عندي. طيب which of the following is example of isothermal process؟ واحده واحده. isothermal دي حاله خاصه جدا فيها الدلتا تي بتكون بايه؟ بزيرو، عشان بس متفقين مع بعض. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها ان انت الدلتا كيو بتساوي الدلتا دبليو، هو ده اللي بيحصل. دلتا كيو بتساوي الدلتا دبليو. دي بتحصل امتى؟ بمنتهى البساطه عند الميلتنج بوينت او عند البويلنج بوينت. يعني انت لو جبت الميه وثبت درجه حرارتها عند 100، فالطاقه الكيو هتتحول لشغل، فيتحول من ليكويد لجاز.
او زي ثبت الميه عندي زيرو، عند درجه حراره صفر. فاللي بيحصل ان الطاقه بتاعتك الهيت هتتحول لورك في انك هتحولها من سوليد لايه؟ ليكويد. فتعال نقرا مع بعض. conversion of water at zero into ice at zero صح اهو. انت مثبت حراره يا باشا، بتقول لي انت هتحول كميه ميه عند الصفر لتلج عند الصفر. بتحولها من فيزيكال ستيت لفيزيكال ستيت ات كونستانت تمبريتشر، فانت بتعمل جهد. هيتنج ووتر اب تو 70 لا، كده انت بتعلي الحراره مش مثبت حراره. كونتاكت ا هوت بودي تو انذر كولد وان انتل تمبريتشر بيكم ايكوال لا، كده بيحصل لوز وجين وتشينج اوف تمبريتشر. كولينج ا كلوز كونتينر until it reach 20 برضه لا، بيحصل لوز للتمبريتشر. In the two following statement, a student put in adiabatic process that was done on a trapped gas. خلي بالك adiabatic ده يعني ايه؟ يعني الدلتا كيوب كام؟ بزيرو. يعني الدلتا يو بتساوي نيجاتيف دلتا دبليو، عكس بعض. هتشتغل هتخلص من طاقتك. Temperature of the gas change during this process ده اكيد. ليه بقى؟ ما هو مين المتحكم في اليو؟ التمبريتشر. مين متحكم في الدبليو؟ الفوليوم. فكل ما الفوليوم هيزيد كل ما التمبريتشر بتقل. ما هو بيعمل شغل، بيجتهد، بيكبر في الحجم، بيبعدوا عن بعض، فبالتالي بيستهلك من طاقته. طيب exchange take place to thermal energy between the system and the surrounding during this process. بيحصل انتقال للطاقة غلط. دي كده غلط. ليه بقى؟ ما انت قايل الدلتا كيوب ايه؟ زيرو. نو تشينج ان هيت. الانرجي ثابته كونستانت. يبقى الجمله الاولى صح والثانيه غلط. خلي بالك الجمله الاولى صح والثانيه غلط. ليه بقى؟ لان انت لسه قايل الدلتا كيوب بزيرو، يعني نو جين او نو لوز انرجي. طيب on exposing a system as an opposite figure to a sun ray لأشعة الايه؟ الشمس. يعني انا بحط كده أشعة شمس. طيب which lead to raise its temperature to Celsius. so it represent ايه؟ واحدة واحدة. واخد بالك كاتب لك ايه تحت؟ المفتاح كله في اللي تحت. tightly closed gas cylinder، يعني أنبوبة مقفولة كويس. باشا ده ايزوكوريك. ايوه اهو انت عملت ايه؟ اديتني دلتا كيو صح؟ فانا حولتها دلتا يو. هو ده اللي حصل. ما هو انت خلي بالك ايزوكوريك هو ايه؟ ان الدلتا كيو بتساوي الدلتا يو. انت هتديني جين هيت، ما هو انت حطيتها في الشمس فامتصت طاقه حراريه من المحيط، فابتدى ايه اللي يحصل؟ التمبريتشر تعلى بسبب كاينيتيك ايه؟ انرجي، فالحركه زادت. فده طبعا ايزوكوريك. ليه؟ الحراره زادت يبقى التمبريتشر زاد، يبقى اليو بتزيد. In isolated container trap an amount of gas by a movable piston. خلي بالك isolated. If this amount of gas is compressed rapidly so the internal energy change by value كام؟ 200 جول. يعني ده كده الدلتا يو ب 200 جول. حلو. so that the amount of heat acquired by the gas from surrounding كام؟ خلي بالك هو بيتكلم في ايه؟ الدلتا كيو بكام؟ طب واحده واحده. انا دلوقتي قال لي جمله مهمه جدا في اول حته. قال لك يا باشا ده ايزوليتد، يبقى كده يا صاحبي ده ادياباتيك. فاكر الدي من فوق الكيو من تحت. ادياباتيك. طب ما هو لو ادياباتيك يبقى الدلتا كيوب ايه؟ بزيرو. الدلتا كيوب زيرو. فدايما القانون هنا بيقول لك ايه؟ الدلتا يو صح بتساوي نيجاتيف الدلتا دبليو. ده كان اتفقنا. طب يبقى كيوب كام؟ بزيرو. ماليش دعوه باليو. اليو دي مش قصتي خالص، هيبقى بزيرو ان هو ادياباتيك. طيب an amount of gas trapped inside a metallic container that is provided by a movable piston. جاز محبوس، ما قالش بقى isolated ولا قال اي حاجه. شويه هواء محبوسين، الهواء المحبوسين دول عليهم ايه؟ مكبس متحرك. heated under constant pressure it gain amount of heat equal 569. بس طالما قال لك gain يبقى ده الدلتا كيو. طيب
its volume increase because it exerted work بفاليو كام؟ 228. يبقى ده كده الدلتا دبليو 228 جول. حلو. انت عايز ايه؟ عاوز اعرف internal energy. طب ما القانون يا صاحبي، القانون بيقول لك ايه؟ الدلتا يو ما هي دي الانترنال ايه؟ انرجي، بتساوي الدلتا كيو ماينس الدلتا دبليو. طب الدلتا كيو بكام؟ 569 ماينس الدلتا دبليو 228. تعال نشوف كده مع بعض. يبقى 569 ماينس 228 هتدينا 341 جول. حلو قوي. يبقى انا عايز الرقم ده مش موجود هنا، ده مش موجود هنا. طب هي قلت؟ لا، هي زادت لان طالعه بالبوزيتيف. خلي بالك هي طالعه بالبوزيتيف، فكده هتنكريز، وده منطقي جدا لسبب. بص هو بيقول لك ايه فوق، يعني انت ركز كده، بيقول لك اتجين، اكتسبت، اتكزرتد ورك، كل حاجه طالعه بالبوزيتيف. هو بيقول لك اكتسب طاقه، جين، عمل شغل، يبقى كل ده بوزيتيف عندي، فطبعا هيبقى بوزيتيف. طيب the amount of heat gain by an ideal gas during isothermal process result in ايه؟ واحده واحده. isothermal دلتا تي والدلتا يو هما الاثنين بزيرو، فبالتالي الدلتا كيو تساوي الدلتا دبليو. حلو. فانا عايز كميه الطاقه اللي هياخدها تمثل شغل. increase temperature لا يا باشا زيرو. decrease internal energy برضو زيرو. exert work on the gas لا by the gas. اهي السيستم هيشتغل، هيعمل مجهود. خلي بالك من الحته دي، هيشتغل انك اديته هيت فهيديك ورك، هيشتغل عندك. طيب in electric bulb لمبه A energy converted into A energy and energy. طبعا انت بتديني الكتريك مش لايت، مش ثيرمال عندي. طب الكتريك يتحول ايه؟ ثيرمال ولايت عندنا، طبعا مش كيميكال رياكشن اصلا. melting ice at 0 سيليزيوس تعتبر ايه؟ طبعا ايزوثيرمال. ما قلت لك ايزوثيرمال هو فكره البويلنج بوينت والميلتنج ايه؟ بوينت عند حضرتك. الاثنين دول عند سعادتك، فما تنساش الحته دي مهمه. طب الهيت كونتنت تعالى بقى نتكلم فيه. الاتش فاكر اللي هي كميه الطاقه اللي داخل واللي خارج، الاندو والاكزو. طبعا احنا اتفقنا قبل السهم لو لقيت فيه انرجي يبقى اندو ثيرم، يبقى ابزورب انرجي والدلتا بوزيتيف. بعد السهم لو لقيت فيه انرجي يبقى ده اكزو ثيرم بيريليز والدلتا نيجاتيف. طيب بيقول لك the opposite energy diagram what is the value of delta H in this reaction. واخد بالك الرياكتنت الاتش بتاعت الار قليله والاتش بتاعت البرودكت عاليه، فلو خدنا دلتا اتش هناخد الاتش بتاعت البرودكت ماينس الاتش بتاعت الار. واخد بالك مين الكبير؟ اهو 180 ماينس 60 هتدينا كام يا صاحبي؟ 120 بدلتا بوزيتيف. طبعا كيلو جول بر مول. يبقى اهو ليه بقى؟ هو يا حبيب قلبي ده اندو ثيرم، ده ماس للطاقه، ده بيابزورب انرجي، ده دلتا بوزيتيف. حفظتك الثلاث حاجات دول يخلصوا لك الحوار. What is the molar mass in gram of a mole of glucose؟ عايزين نحسب عدد المولات اللي في السكر. واحده واحده. هات يا باشا الاتوميك ماس بتاع كل حاجه ونحلها. طب انا عندي مفروض C6H12O6 مش ده يعتبر الجلوكوز؟ حلو. شوف لي الكربون بكام اهو. يبقى انا عندي 6 في 12 زائد 12 هيدروجين في 1 زائد شوف لي الاكسجين بكام اهو ب 16. 6 في 16 تعال نجمعهم مع بعض هيدي لك 180. ده التوتال بتاعهم. باخد عدد الاتومز في الماس نمبر بتاعنا. زي ما قلنا المول هو ايه؟ هو الاتوميك ماس او المولكيولر ماس او الفورمولا يونت بتاعتنا. In a chemical reaction if the heat content of the product lower than the reactant. واخد بالك يعني كميه الطاقه الاتش بتاعت البرودكت اقل من الاتش بتاعت الرياكتنت. ده معناه حاجه واحده. معنى كده ايه؟
ان انت بتفقد طاقه. ليه؟ داخل بطاقه كتير قوي، خارج بطاقه قليل، يبقى انت بتخرج طاقه، بتريليز انرجي. يبقى اكزوثيرم. اكزوثيرم ريليز انرجي، دلتا بتكون بالنيجاتيف، مش اندو، مش بوزيتيف، مش زيرو عندك. يبقى خلي بالك تاني، ركز في الحته دي مهمه قوي. لو لقيت عندك البرودكت اقل من الرياكتنت، معنى كده انت بتعمل ايه؟ بتريليز انرجي، بتخرج طاقه. ما انت خارج بطاقه اقل، خارج بطاقه اقل، معنى كده ايه؟ ان في فقد للطاقه عندك، بتفقد طاقه. فانت كده اكزوثيرم، طارد للحراره عندنا. طيب بيقول لك ايه؟ 2 ان او بلس او 2 يدينا 2 ان او 2 بلس، واخد بالك من الحته دي، ركز بقى. بلس كام؟ 112 كيلو جول. يبقى الدلتا ايه؟ واحده واحده. طالما الانرجي اهي بعد السهم، قلت لك قبل كده، يبقى ده اكزوثيرم بيريليز انرجي، الدلتا نيجاتيف. طيب بس خلاص. نيجاتيف ساين صح، بوزيتيف لا، نيجاتيف ساين صح، بوزيتيف لا. طيب عشان رياكشن اندو غلط، اكزو صح، يبقى هي دي الاجابه سي. دي انت مذاكرها معايا قبل كده، قلتها لك قبل كده كذا مره، ما تنساش. from the opposite equation H2O هتدينا H2O، بس خلي بالك هنا ليكويد بقى فيبور، حلو. ومديك الدلتا اتش بالايه؟ بالبوزيتيف. دلتا اتش بالايه؟ بالبوزيتيف، حلو. طالما بوزيتيف يبقى absorbed energy، يبقى اندوثيرم. حلو قوي. طب ما هو معنى كده ايه؟ يبقى الانرجي قبل السهم. حلو قوي. ده معنى كده ايه؟ ان انا خدت الرياكتنت صح، حطيت عليها طاقه عشان ادي برودكت قبل السهم. طب ما تيجي كده نفكر فيها بقى مع بعض ونبدا نحل. بيقول لك هل معنى كده ان الطاقه اللي في الووتر فيبر، ووتر فيبر اللي هو مين؟ البرودكت، مقارنه بالطاقه اللي في الليكويد اللي هي تعتبر مين؟ في الرياكتنت ايه؟ طب ما معنى كده ان البرودكت فيه طاقه اعلى من الرياكتنت، لان انت اديت للرياكتنت طاقه عشان يبقى برودكت، يبقى بالتالي هو اعلى عندي، هاير ذان. تاني واحده واحده بالراحه، كله اتحل بالبوزيتيف. فكره الدلتا تبقى بوزيتيف. يعني ايه الدلتا تبقى بوزيتيف؟ يعني معنى كده الانرجي ابزوربد، يبقى معنى كده اندوثيرم، معنى كده الانرجي قبل السهم، معنى كده ان انا بديله طاقه، ان البرودكت طاقته عاليه قوي، فالرياكتنت مش عارف يوصل لها، فبتضطر تعوض الفرق انك بتدي طاقه للرياكتنت عشان يبقى برودكت. What is the number of the parts that indicate the change in heat content of the reaction represented by the opposite graphical figure؟ طيب واحده واحده. ده يا باشا الاتش بتاعت الرياكتنت، وده يا باشا الاتش بتاعت البرودكت. طب الدلتا فين؟ في النص هنا، يبقى دي رقم كام؟ اهي 4. فالفرق يمثل 4. لكن 1 بتاع الرياكتنت، 3 بتاع البرودكت، 4 الفرق ما بين 1 ل 1 ل 3 مثلا. طبعا انت واخد بالك هو هنا كان الاتش بتاعت الرياكتنت اقل من الاتش بتاعت البرودكت، معنى كده ان هو ايه؟ هياخد طاقه عشان يعلن البرودكت، يبقى اندوثيرم والدلتا بوزيتيف. يعني انا بفهم لك كمعلومه. if 1 جرام of hydrogen react according to the following equation، خلي بالك 1 جرام، التركه كلها هنا في 1 جرام. طب هو مديك هنا كام؟ ركز بقى، مديك 2 هيدروجين مع 2 كلورين، هيدينا 2 اتش سي ال و 185 كيلو جول. طيب انا شايف ان الانرجي بعد السهم. طب ما بعد السهم دي تبقى ايه؟ تعتبر اكزوثيرم، يعني بيخرج طاقه، بيريليز انرجي، فلازم الدلتا تبقى نيجاتيف، يعني هو بيفقد طاقه، يعني البرودكت الطاقه اللي فيه اقل من الرياكتنت، يعني الاتش بتاعت الرياكتنت اعلى من الاتش بتاعت البرودكت. حلو، يعني انا عايز اقل ما زيدش. طيب فدي كده غلط لانه زاد، ودي غلط زاد، ده كده اندو وده كده اندو. بص بيزيد، بيكتسب طاقه عشان يزيد. لا يا باشا انا عايز اقل،
انا عايز اقل. خلي بالك البرودكت عندك طاقته قليله، البرودكت طاقته قليله، خلي بالك من الحته دي، لان هو ده اللي خلاك خرج طاقه. طيب اختار اني بقى نيجاتيف 92 ولا نيجاتيف 185؟ لا انا اختار ده. اشمعنى بقى؟ لان الرقم اللي عندك ده 185 ده ل 2 جرام، ل 2 هيدروجين مش واحد، 2 جرام مش واحد، فالواحد يبقى 185 على 2، يبقى هي الاجابه دي. هي دي الفكره بتاعتها، ان انا عندي كونتر رياكتنت عالي جدا وقل لبرودكت عندي، والفرق ما بينهم نيجاتيف، انه بيخرج طاقه بنيجاتيف 92. طيب which of the following graph represent a chemical reaction in which the reactant absorb least amount of heat energy؟ خلي بالك بقى absorb يا باشا، يبقى دي كده ايه؟ اندوثيرم. absorb دي اهي اندوثيرم، يبقى كده هو ايه؟ بيعلي الطاقه، بينكريز، يعني الاتش بتاعت الرياكتنت اقل من الاتش بتاعت البرودكت، هو بيزود طاقه، بيعلى. طب ما دي غلط ودي غلط، ليه بقى؟ ده كده اكزوثيرم، بيقلل طاقه، بيفقد طاقه. حلو، فده اندو وده اندو، بس هو عايز اقل فرق. مين اقل فرق؟ اهو بص الفرق وبص هنا الفرق، فالدلتا هنا عاليه قوي، الدلتا هنا قليله جدا، فهو عايز ليست، يبقى الاجابه هتكون ايه عند حضرتك؟ which of the following graph express exothermic reaction has the least delta H؟ طب واحده واحده، exothermic reaction دي يعني ايه؟ ها؟ يعني بيريليز انرجي، بيخرج طاقه. طب هو حبيب قلبي لما يخرج طاقه يبقى كده ايه اللي بيحصل؟ يبقى الاتش بتاعت الرياكتنت اعلى من الاتش بتاعت البرودكت، يعني بيقل. حلو، يعني كان عالي وبقى واطي. بص دي كده، دي غلط ودي غلط. ليه بقى؟ ده اندو وده اندو. ليه؟ كان واطي وبقى عالي. بص عالي. بص بقى دي كان عالي وقل، كان عالي وقل. حلو، بس هو عايز ايه بقى؟ ليست، اقل فرق، يبقى دي غلط وهي دي اللي صح. ليه بقى؟ بص كده هو كان كام؟ 50 مثلا، بقى 25، هنا كان 75 بقى 25 مثلا. شايف الفرق بين الرقم ده والرقم ده؟ كبير. الرقم ده والرقم ده قليل، يبقى ده ليست وده هايست، يبقى بالنسبه لي طبعا هتبقى ايه. تعالى بقى نشوف رقم 35، بيقول لك ايه؟ which of the following reactions express the opposite graph؟ واخد بالك؟ ادي الاتش بتاعت الرياكتنت وادي الاتش بتاعت البرودكت، واخد بالك؟ انت بتزيد في الطاقه، ده كده اندو ثيرم. ولما نقول اندو ثيرم يعني معنى كده الانرجي موجوده فين؟ قبل السهم. الانرجي قبل السهم. ليه؟ انت بتزود طاقه، احنا اتفقنا كده احنا بنزود طاقه. فتعال نشوف، دي غلط لان الانرجي قبل السهم ولا بعد؟ دي كده بعد. طيب بص دي بقى حلوه قوي، ليه؟ الانرجي قبل السهم. طيب هتقول طب ما دي قبل السهم، اقول لك لا، بالنيجاتيف، يعني لما تروح الناحيه الثانيه تبقى بوزيتيف، يبقى دي غلط، يبقى هو كده بيعمل ريليز، يقول لك شيل الطاقه دي. طب هنا بص الدلتا بايه؟ بالنيجاتيف، برضو غلط، لازم الدلتا تبقى بالبوزيتيف لانه اندو ثيرم. طيب السؤال اللي بعده which of the following energy diagram represents the following reaction؟ 2 FeSO4 plus 420 كيلو جول. خلي بالك بص يا صاحبي، الانرجي فين؟ اهي قبل السهم، الانرجي قبل السهم. طالما الانرجي قبل السهم يبقى كده هو اندوثيرم، يبقى ابزورب، يبقى الدلتا اتش بوزيتيف. دلتا اتش لازم تبقى بوزيتيف. طب هات لي حاجه فيها دلتا اتش بوزيتيف. بص ده نيجاتيف ده نيجاتيف، فكك منهم. طيب ده بص كاتب لك بوزيتيف بس بيقل، برضو فكك منه. انا عايز ازيد يا دكتور، اهو بزيد لان الاتش بتاعت الرياكتنت قليله، فانا بعليها للبرودكت عندي. 37 بيقول لك is the opposite graph show the amount of energy of one of the chemical reaction which of the following represent each of type of reaction and the value of its ايه؟ دلتا اتش. واخد بالك؟ الاتش بتاعت الرياكتنت قليله والاتش بتاعت البرودكت عاليه، واخد بالك؟
بيزيد، يبقى ده اندو ثيرم. ابزورب والدلتا بالبوزيتيف لانه بيزود طاقه. حلو، تعالى نقرا. اندو ثيرم، اكزو لا، اكزو لا، اندو اندو. نيجاتيف غلط، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه عند حضرتك. What is the type of the process required for breaking the bond among the reaction and what is the sign of energy required? خلي بالك، الطاقة المطلوبة لتكسير الرياكتنت. خلاص يا باشا، ما انا قلتها لك، دي الابزوربد انرجي، دي الطاقة اللي انت هتاخدها من المحيط بتاعك، هتاخدها من السراوند، ودي دايما بتبقى الدلتا بتاعتها ايه؟ بوزيتيف، قبل السهم بوزيتيف. يبقى انا عايز اندوثيرم وبوزيتيف، مفيهاش اي افكار يا دكتور. الموضوع الدرس ده سهل جدا، انا قلت لك قبل كده، لميتها لك بطريقه عبيطه قوي. 39 which of the following describe correctly the chemical reaction represented by the opposite figure. واخد بالك الطاقه ايه؟ ها، قلت. شايف الرياكتنت اعلى من البرودكت، يبقى كده بيعمل ايه؟ ها، الطاقه بتقل، يبقى بيريليز. طب طالما بيريليز انرجي يبقى اكزوثيرم والدلتا نيجاتيف. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لك ايه؟ the sum of the heat content of the reactant اعلى من الهيت كونتنت اوف برودكت. طبعا صح، ما لسه بقول لك الرياكتنت اعلى من البرودكت اهو. طب energy required to break the bond in the reactant equal؟ لا مش equal، مش equal، خلي بالك لانه مش قد بعض. لو قد بعض كان يبقى نفس المستوى. the sum of heat content of the product higher than the sum، بالعكس، ده العكس، ده البرودكت يعتبر ايه؟ اقل. The energy required to break the bond of reactant is higher than the released energy during the formation of the bond of the product. لا طبعا برضه يعتبر بالنسبه لي ان الريليز بتاعي اكتر من الابزوربت. خلي بالك انا يعتبر بالنسبه لي الريليزد انرجي هي اللي بعد السهم اكتر من الابزوربد. انا ما احتجتش طاقه عاليه عشان اكسر، بالعكس ده انا خرجت طاقه عندي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ in the process represented by equation O2 بالالترا فايولت تدينا OO. which of the following statement represents this process؟ واحده واحده، انت واخد بالك هو عمل بريكنج للاكسجين صح؟ طب فامتص ايه؟ الترا فايولت ري. طب ما الالترا فايولت ري دي تعتبر انرجي، هو امتص اشعه شمس، يبقى هو ابزورب انرجي، يبقى هو كده يعتبر ايه؟ اندوثيرميك. هتقول لي عرفت منين يا دكتور؟ ما هو ما خرجش حاجه، هو خرج 2 اكسجين اتوم، كل واحده مالهاش علاقه بالثانيه، فهو كده امتص طاقه اللي هي الالترا فايولت عشان يفصلوا عن بعض. طيب بريكنج بوند تيك بليس، بريكنج بوند، فورم بوند، لا مش فورم، هو كسر. طب اكزو، لا طبعا هي اندو. عندي طالما بريكنج بوند يبقى ابزوربد انرجي، ريليز وفورميشن برودكت يبقى ده اكزوثيرميك. تعال نشوف معايا بقى سؤال 41 بيقول لك ايه؟ by using the following equation and the opposite table. بيقول لك ان x2y بتساوي x2 بلس هاف y سكوير. عاوز يعرف الفاليو بتاعت الدلتا اتش في الديكومبوزيشن اوف 1 مول اوف x2y، ومديك البونز بتاعتنا. طب واحده واحده تعالى نفصصها كده مع بعض. هو بيقول لك ايه؟ x2y، x2y يعني انا عندي y ماسك في x من هنا وماسك في x من هنا، ما هو ده معناه 2x وواحده y. طيب ادانا ايه بقى؟ x ماسكه في x، ما دي اول واحده، بلس نص صح، y ماسكه في y، ده كلامه، y ماسكه في y اهي. طبعا انت مش محتاج ترسم الرسمه دي، بس انا بديك تخيل. فهتحط الارقام بقى عندك، يبقى هنا 4 6 7 4 6 7، هنا هتبقى x وx هتبقى 4 3 2، وواي واي 4 9 8. حلو، ده كده اسمه absorbed لانه قبل السهم، ده اسمه released ده بعد السهم. شيل السهم حط ماينس. يبقى تعالى نجمع بقى مع بعض. يبقى انا عندي دلوقتي 4 6 7 مضروبه في 2، يبقى الجنب ده فيه 9 3 4 ماينس. هنشوف بقى هنا انا عندي الناحيه التانيه 4 9 8 ديفايدد 2
زائد 4 3 2 هتدينا 6 8 1. حلو. تعال نشوف الفرق هيطلع بكام. 9 3 4 هتطلع 253 كيلو جول. طبعا طالعه بالبوزيتيف لان الابزوربد اعلى من الريليزد عندك، فلما تاخد ده ماينس ده هتديك في الاخر بالنسبه لنا الدلتا بوزيتيف 253 كيلو جول بير مول عند حركه. طيب تعالى النقطه اللي بعدها. شوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. The value of delta H of formation 2 mole of water اهي 2H2 plus O2 تدينا 2H2O. عايز يعرف الفاليو knowing the value of bond of energy are الهيدروجين بكام الاكسجين بكام ومديك كل حاجه، فهو عايز يعرف التوتال بتاعنا بقى بكام دلوقتي. فتعال نشوف كده واحده واحده بالراحه. برضه تعال نفكها. انا عندي هيدروجين ماسك في هيدروجين، ما هما 2 مضروبه في 2 زائد اكسجين ماسك في اكسجين. ده اول شكل. بعد كده الثانيه 2H2O، يعني انا عندي هيدروجين ماسك في اكسجين ماسك في هيدروجين، وده مضروب كله في كام؟ في 2. فهنشوف ده بكام وده بكام. طب واحده واحده بالراحه. انا عندي الهيدروجين بكام؟ اهو 4 3 2 يبقى 2 في اهو، تعالى اكتبها لك هنا. ده 4 3 2 في 2. طيب اكسجين في اكسجين 4 9 8. طب اكسجين وهيدروجين 4 6 7 4 6 7. انا عندي منهم 2 مضروبين في كام؟ في 2. فتعالى نجمع بقى مع بعض. يبقى هنا 2 او تعالى ناخدها بلون تاني. يبقى انا عندي 2 في 4 3 2 بلس 4 9 8. ده كده ابزوربد. تحت هضرب 4 ممكن في 4 6 7. ده كده ريليز. فتعال نشوف كل واحد هيطلع بكام. اللي فوق هيبقى 2 في 4 3 2 زائد 4 9 8. فاللي فوق طالع بكام؟ طالع لك بواحد 3 9. يبقى الابزوربد خلينا نحطه هنا بواحد 3 6 2. ماشي. تعال ناخد بقى ريليزد. الريليز طلع بكام؟ 4 في 4 6 7. الريليز طالع بواحد 8 6 8. طيب اعمل اللي قبل السهم ماينس السهم او الابزوربد ماينس ريليز. يبقى انا هاخد ايه؟ يبقى الدلتا اتش هتساوي 1 3 6 2 ماينس 1 8 6 8. تعالى نعملهم كده ماينس بعض. هتطلع ماينس 506 كيلو جول بير مول. هل الرقم ده عندك؟ اه يا صاحبي اهو موجود اهو بالنيجاتيف طبعا، لان هو طالع نيجاتيف. خلي بالك ان الريليزد اكبر من الابزوربد، ما تنساش ايه المعلومه دي. طب تعال نشوف السؤال رقم 43. طيب بص بقى معايا 43 بيقول لك ايه by using the opposite table and the following reaction، ومديك المعادله كلها ومديك الروابط. عاوز يعرف الدلتا ايه اتش. واحده واحده بس معايا. تعال نفصصها. انا عندي كام كربون ماسك في هيدروجين؟ بص كده ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي كده لو هاجي افصص عندي 6 في كربون ماسك في ايه؟ في هيدروجين. حلو. زائد كام كربون في كربون؟ واحده اهي. زائد كربون في كربون. حلو. كام كلورين ماسك في كلورين؟ برضو واحد. زائد كلورين ماسك في كلورين. ده كده ايه؟ ده يعتبر بالنسبه لنا الرياكتنت. تعالى على البرودكت. انا عندي هنا 1 2 3 4 5، فبقوا 5 كربون ماسك في ايه؟ في هيدروجين. واحد كربون في كربون. ركز معايا قوي. طيب واحد كربون في كلورين، وعندي واحد ماسك هيدروجين في كلورين. حلو. تعالى بقى نعوض.
كربون وهيدروجين اهو، هيبقى 6 في 4 1 3. هتقول ايه ده يا دكتور، ده مفيش كربون وكربون. اقول لك يا ابني ما هو مش محتاجه انت تشطب، ما هو ده اللي قبل السهم زي قبل بعد السهم، فاعتبر هي مش موجوده. طب كلورين في كلورين اهي، يبقى 2 4 0. حلو قوي. 5 كربون وفي هيدروجين يبقى 5 في 4 1 3. كربون وكلورين اهو، يبقى 3 4 0. هيدروجين وكلورين اهو 4 3 0. تعال نجمع. يبقى اللي قبل السهم عندك اهو 6 في 4 1 3 زائد 2 4 0. يبقى اللي قبل السهم ده كله يعتبر كده اهو 2 7 1 8. 2 7 1 8 ماشي. ماينس، تعال نجمع اللي بعد السهم. 5 في 4 1 3 زائد 3 4 0 زائد 4 3 0 هيدينا توتال 2 8 3 5. واخد لي بالك اهو، ده ابزوربد ده ريليزد. طب تعال نشوف كده ماينس بعض. 2 7 1 8 الله طلعت نيجاتيف. نيجاتيف كام بقى يا صاحبي؟ نيجاتيف 117 كيلو جول. هل الرقم ده عندك؟ ايوه اهو، هو ده الرقم بتاعنا. طيب تعال ناخد 44. بيقول لك ايه؟ by using the following value of the bond energy. مديك ال HH بكام والبي ار بي ار بكام والاتش بي ار بكام. عاوز يعرف الدلتا اتش بتاعت رياكشن H2 بي ار 2 اديتنا 2 اتش بي ار. طب واحده واحده، هي نفس التعويض على فكره كلها واحده. هيدروجين مع هيدروجين زائد برومين مع برومين هيدينا 2 مضروبه في هيدروجين مع برومين. طب تعالى نجمع. هيدروجين مع هيدروجين اهو 4 3 2. برومين برومين 1 9 3. هنا 2 في هيدروجين برومين 3 6 6. قبل السهم ابزوربت بعد السهم ريليز، والفرق بينهم ماينس. تعال نجمع. ادي 4 3 2 زائد 1 9 3. الجنب ده كله 6 2 5. حلو. اللي بعد السهم 2 في 3 6 6 يعني 7 3 2. حلو، اعملهم ماينس بعض هتطلع بالنيجاتيف 107 كيلو جول بير مول. هل موجود الرقم ده؟ ايوه اهو، ادي الرقم عندنا. ما هو قبل السهم ابزوربت بعد السهم ريليز وماينس بعض. طب 45 N2 بلس 3 H2 ادينا 2 NH3. ومديك بقى المره دي العكس، الدلتا اتش مديها لك اهي، والبوند انرجي مديها لك اتش واتش بكام والان بكام. عاوز يعرف البوند بتاعت ان اتش. واحده واحده فكها. ان مع ان ان 2 زائد 3 مضروبه في اتش مع اتش اهي هتدينا 2. خلي بالك من الحته دي، ان 2 مضروبه في 3 ان مع اتش. حلو قوي. المفروض الماينس بتاعهم يديك دلتا. يبقى تعالى الاول نكتب ارقامنا. يبقى الدلتا اتش هتساوي ان مع ان اهي 9 4 1 زائد 3 في كام اهو 4 3 2. حلو. ماينس، خلي بالك من الحته دي، 2 في 3 6. ما هو خلي بالك، ما هو ان اتش 3. طيب ان اتش. طيب تعالى الاول نجمع. يبقى انا عندي الدلتا اللي هي بنيجاتيف 89 هتساوي، جمع بقى معايا 9 4 1 زائد 3 تايم 4 3 2 هتدينا 2 2 3 7 ماينس 6 ان اتش.
اللي احنا عايزين نعرفها. طيب اول حاجه اقلب النيجاتيف ودي الناحيه التانيه، يبقى الست ان اتش بتساوي 2.237 زائد 8.9، ودي ده الناحيه التانيه والناحيه التانيه بدل مكان ان اتش بايه؟ ب 89، فتدينا يبقى ال ان اتش هتساوي 2.237 زائد 8.9 على 6. تعال نشوف، زائد 8.9 على 6 هتدينا تقريبا approximate ال NH 387.66 كيلو جول. هل الرقم ده عندك؟ ايوه اهو. شكرا جزيلا عندي. يبقى فهمت انا عملت ايه؟ تاني من الاول، انا قلت ان الدلتا بتاعتي دلتا اتش بتساوي ايه؟ بتساوي 941 اللي هي ان و3 في 4 3 2 اللي هو اتش واتش ماينس اللي انا عايز اعرفه 6 ان اتش. ليه 6؟ ما هو 3 ان اتش لان ان اتش 3 في 2. خلي بالك من الحته دي. طلعت عندي البرودكت وديته الناحيه الثانيه بدلت مكانه وعملت ديفايدد. تعال نشوف رقم 46 بيقول لك ايه from the opposite table and the following reaction. بيقول لك H2 بلس Cl2 هتدينا 2 HCl we conclude ايه؟ طب تعال نجمع الاول. H2 دي ايه؟ 4 3 2 زائد Cl2 2 4 0 ده كده ايه؟ قبل السهم. طب بعد السهم 2 HCl يبقى 2 مضروبة HCl هو كام؟ 4 3 0. تعال نشوف قبل السهم كام وبعد السهم كام. 4 3 2 زائد 2 4 0 يعني اللي قبل السهم ده كام؟ 6 7 2. حلو. بعد السهم 2 في 4 3 0 ب 860. طب واخد بالك ان اللي بعد سهم اكتر يعني الدلتا هتطلع بالنيجاتيف. نيجاتيف كام بقى؟ تعال نشوف 8 6 0 فرق من 6 7 2 يعني تطلع نيجاتيف 188. يبقى هو كده بيعمل ريليز انرجي. طب تعال نشوف كده، هل الرياكشن ده بيساوي نيجاتيف 1400؟ لا. نيجاتيف 3 4 8 برضو لا. طب هل الانرجي بروديوسد فور فورميشن 1 مول اوف برودكت 94 ولا 1 مول اوف برودكت 188؟ واحده واحده. هو ده 2 مول اللي بقول لك 2 يبقى الواحد اقسم، يبقى هي دي الاجابه. هاخد 188 على 2 فتدينا 94 عندنا. ده طالع ب 2 مولز. طيب كومباوند بي سي ال 5 هيتكسر لبي سي ال 3 ومع كلورين. يعني المعادله بتاعتك بمنتهى البساطه بي سي ال 5 هتتكسر لبي سي ال 3 زائد سي ال اي 2 لانه جاز. عاوز يعرف الدلتا بكام. طب واحده واحده. طيب تعالى بقى نفصصها. يبقى انت عندك اهو هاخد 5 في 330 وبعد السهم هاخد 3 في 330 بلس سي ال 200 ايه 40. تعال نشوف اللي قبل السهم كام. هاخد 5 تايم 330 هتدينا 1650. طب بعد السهم هيبقى 3 تايم 330 زائد 240 هتدينا 1230. حلو. ده ماينس ده اللي قبل السهم ماينس اللي بعد السهم. تعال نشوف هيطلع كام. 1650 هتطلع الدلتا اتش ببوزيتيف 420 كيلو جول. هل دي موجودة؟ ايوه اهي. وبكده يا صديقي بنكون خلصنا مع بعض حل الدرس التاني. بالتوفيق واشوفك في حلقة جديدة ان شاء الله.